يقال أن سيدنا موسى يقول يا رب لا أسألك عن أخي هارون، ويقول عيسى لا أسألك عن مريم أمي، ويقول إبراهيم لا أسألك عن إسماعيل ابني. خلاص سبحان الله العظيم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خلاص الثابت الوحيد سيدنا محمد فقط، لأنه أراه الله النار من قبل، أراه ملك الموت من قبل، ثبته عسى أن يبعثك ربك مقام، هذا هو المقام المحمود، هذا الثابت الوحيد. كل شوف ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ودعوته يومها يا رب سلم يا رب سلم، إلا سيدنا محمد يا رب أمتي يا رب أمتي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هل هذا رسول يترك؟ لا والله. هل تترك سنته؟ لا والله. هل ننسى حقوقه علينا؟ لا والله. هل يعني ننسى أن نسير خلفه في صغير الأمر وكبيره؟ لا يا أخي أنا لو وصفت لك بيت روح يمين روح يسار تمشي على الهدي تصل للبيت اللي أنا وصفت، فما بالنا وقد وصف لنا طريق السعادة، طريق السعادة. ولذلك يعني أعجبني من خير ما أعجبني ابن القيم لما سمى كتابه عن الجنة حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. طب اسم جميل. فالرسول هو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح عليه الصلاة، هو الذي أخذ بأيدينا. فلماذا لا نتنكب بطريقة؟ هذا هو السؤال. ما الذي يعطلنا؟ ما حجتنا؟ ما هو تعللنا؟ يا من أخرت الصلاة عن وقتها ليه؟ أنت يا متمرد على الحجاب ليه؟ الفلسفة الكاذبة تضحك على الشيخ عمر، اضحك براحتك، تخدعه الشيخ فلان وشلان اتخدع، انا اخذ في عندك اخذ يا سيدي براحتي. ثم بعد فلا بد هذه الحلقات تكون منبهة للأمة. انا اخاف ان ننتقل من هذه الدنيا وما خدمنا ديننا. لا اله الا الله. شيخنا